لانك مدير شاطر وكفء ومسؤول. فعشان كده انت اللي بيحصل لك البرنينج اوت. يعني ايه؟ يعني انت اللي بتحس ان بيحصل لك احتراق، تعب، استنزاف لطاقتك ووقتك ومجهودك. بتحس كأنك عمال تلف في دايرة كده، من الشغل للتفاصيل للمتابعة للمهام لكل حاجة فوق كتافك، وبتروح آخر اليوم وانت حاسس انك زيرو طاقة. اصل لو انت المدير الخايب اللي مش فارق معاه حاجة، هيحصل احتراق لإيه؟ ولا بتبذل ولا طاقة ولا مجهود علشان يحترقوا. عشان كده انا دايما بقول ان المدير المسؤول، الكفاءة، الخبرة، هو ده اللي بيخليه تعبان اكتر من غيره. واكتر حاجة كمان بتتعبه مش الشغل نفسه، هو عمره ما بيشتكي من الشغل على فكرة، هو بيشتكي من الهري او التفاصيل اللي بتحصل في الشغل. ردود افعال هنا، يجري يتابع تفاصيل صغيرة هنا، مش عارفة مين مخنوق مين متضايق، يقعد يفكر كتير في قرار، مش لانه مش عارف ياخد القرار، ولكن لان طاقته وقدرته الذهنية بقت محدودة، تم امتصاصها في حتة تانية. فده بالظبط اللي بيخنقه وبيضايقه، غير اللي انت ممكن تكون بتقول على حاجات كتير، بس انت من جواك حقيقي نفسك اللي انت تقول لأ. بس هنا بيحصل بقى شوية خوف كده على صورتك كمدير، مكانتك، كفاءتك. عاوز دايما تثبت اللي انت قد المسؤولية قدام مديرينك وانك موجود، وتثبت كمان قدام فريقك انا بشتغل معاك اهو وايدي بايدك. ولكن هي التمن ايه؟ وقتك وطاقتك ومجهودك. فخليني اقولك ان في المواقف دي تحديدا انت في حاجة بتكون جواك، وهي اللي بتتحكم في قراراتك من غير اذنك. لأن التعب عمره ما كان دليل على الكفاءة والخبرة والمسؤولية. التعب والاستنزاف اللي انت فيه دليل على ان في حاجة جواك محتاجة انها تتشاف وتتسمع وتتفهم. علشان كده انا عملت لك ويبينار ريلاكس اند مانج سمارتر، وده مش لاي مدير، ده للمدير اللي انا وصفته بالظبط، الخبرة، الكفاءة، الشاطر، المسؤول، ولكن هو قرر بقى ان يمشي الطريق بتاع ادارته بخطوات مريحة اكتر، يحافظ على طاقته، راحته النفسية بقت بالنسبة له اولوية، فعاوز ينجح ويحقق، لكن في نفس الوقت وهو مستمتع بخطواته. الويبينار عبارة عن يومين ان شاء الله، هيكون يوم 20 و21 يونيو الساعة 8 مساء. هنقعد مع بعض كل يوم ساعتين. اول يوم هنبدأ ناخد اول مرحلتين من الانسايد اوت ميثود. يعني اللي عارفني، أنا دكتور حنان الخضري، خبرة 16 سنة في مجال الإدارة، وكنت بيرند أوت مانجر، يعني المدير المحترق تماما ده. وكنت فاكرة إن الحل فيه اللي أنا أدرس MBA فالمايند سيت بتاعي يختلف، وده حصل فعلا، لكن ما ارتحتش. او الحل اللي انا اخد كورسات في الاداره، اخدت عن القياده والتواصل والاقناع والذكاء العاطفي، درست كتير جدا، ولكن مع اول موقف بحس ان انا برضو بستفز جدا، بتخنق، بتضايق، والمهارات والحاجات اللي انا اتعلمتها دي بتتبخر. لغايه لما حطيت كل وقتي ومجهودي وتفكيري في اللي انا ادور على الطريقه اللي فعلا تخلي المدير الشاطر ده يوصل لأهدافه، ولكن وهو مرتاح نفسيا. ومن هنا توصلت لي ماي يونيك ميثود اللي هي انسايد اوت ميثود. فأنا دايما بشتغل على اللي جواك الأول، وبعدين بنشتغل على اللي بره. وده بالظبط الطريقة اللي ماشي بيها الويبينار على مدار اليومين. فأول يوم احنا هناخد أول مرحلتين اللي هو الديسكفر والديكود. يعني إيه؟ يعني هنكتشف الأول هو إيه اللي بيضايقك وإيه اللي بيوترك وإيه بالظبط اللي بيستنزف طاقتك. هنكتشف المعتقدات اللي بتعطلك، القصص القديمة اللي ممكن تكون مضايقاك. وبعدين هنبدأ نعمل ديكود للإيه؟ للباترنز. مثل المدير ده ليه خط زمن كده بيمشي عليه. بنبتدي بالاحتراق، وبعدين الستريس، وبعدين المتزن، وبعدين مش هحرق لك الباقي بقى، هنشوفه مع بعض في الويبينار. وفي اليوم التاني هنبدأ ناخد تاني مرحلتين، الديسيرن والديمونستريت، وهتخرج منهم وانت اخد 3 قرارات هيغيروا طريقتك ونظرتك تماما في قيادتك وفي ادارتك، الا وهما ازاي تحط حدود، ازاي تكون حازم ومتعاطف في نفس الوقت، وازاي تحافظ على طاقتك فتقدر اللي انت تدير الفريق بتاعك بثقة، باتزان، بهدوء، ومن غير بيرنينج اوت. بمجرد ما هتدوس على اللينك وتحجز مكانك ب$9، هتقدر ان انت تاخد على طول الكويز اللي هيوضح لك بالظبط فين الانرجي بتاعتك او طاقتك بتتسرب، فتبقى داخل وانت عارف هتركز على ايه بالظبط اثناء الويبينار. وكمان في بونص، بمجرد ما تخلص الويبينار معانا هتاخد 2 كويز كمان.
اول واحد your managerial values، هتبدا تشوف ايه القيم اللي بتحركك وازاي ان هي بتاثر، ان ممكن موقف بره يضايقك لان هو مس قيمه عندك، وازاي انت بتكون في احسن حالاتك وطاقتك لما بتكون مفعل الفاليو برضو اللي عندك. كل ده انت هتكتشفه من الكويز ده. وتاني كويز هو your signature strengths. يعني ايه؟ يعني نقاط القوة بتاعتك مش هي النقاط العادية اللي ممكن اي حد تاني غيرك يقولها، انت ليك signature strengths، يعني ليك نقطة قوة انت بس اللي مميز بيها. ازاي هتكتشفها؟ من خلال الكويز ده. فلو انت المدير اللي حاسس ان في حاجة جواك محتاجة انها تتشاف وتتفهم، اللي مش مجرد عايز ادوات جديدة وخلاص، هو عاوز يفهم نفسه الأول أعمق وبعدين يبدأ يتحرك بالأدوات، اللي عارف ومؤمن إن التغيير الحقيقي اللي بتلمسه على أرض الواقع مش من مجرد الأدوات ولا الاستراتيجيز بس، ولكن هو من قوة القرارات الداخلية اللي انت بتقدر تاخدها. لو انت المدير ده يبقى انت مكانك هنا في الويبينار، واشوفك على خير ان شاء الله يوم السبت والحد 20 و 21 يونيو. واستعد انك خلال يومين تبدأ تدير سمارت نوت هارد، وتوقف شهور تانية من الضغط والاستنزاف لوقتك وطاقتك ومجهودك. واشوفك على خير يا مدير.